واش نقول لكم حبيبه؟ قالت لهم حيدوا من الطريق، انتم ما تعرفوش شي الهمه والشان الاسطوري العرس. قالت لهم انا نوريكم العرس. عطات الدرس لبعض الناس اللي قالك حبيبه دايها عف راسها والمكياج، ولكن العرس بنتها سكتت العديان وسكتت الفوام اللي قالوا ليها في العرس ديال ولدك ما درتي والو. قالت لهم في العرس بنتي نوريكم العرس على حقه طريقه. الناس ديال الشمال تحياتي، الناس الشمال احسن ناس. خليكم مع التحيه وغنرجع نعطيكم حبيبه شنو قالت وكيفاش تحضرت العرس بهذا الاسطوريه هذا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. ما ننساش المتتبعين الغزيولين الزوينين اللي تيخليو لي التعاليق ديالكم زوينين بزاف، وكل واحد تنحترم الراي ديالكم. شكرا لكم بزاف 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 على التعاليق الزوينين بحالكم. ندخلوا في الموضوع. مع ان هذا العرس اللي دارت حبيبه دار واحد الضجه كبيره، ودار واحد الضجه على التكاشط. قال لك اسيدي ما ان العرس كاين ولكن التكاشط بالمجان. حبيبه نقلت التكاشط اللي من عند اكرام الشماليه كلهم. الصراحه السيده تعرف تلبس، ما عندكم ما تقولوا. السيده حطت احسن ما عندها، والصراحه ما شاء الله عليها. السيده اللي مازال مهليه في راسها، والاطلالات ديالها المميزين اللي زوينين. ما نقولوش العرس ما عندكم ما تقولوا داكشي هماوي واسطوري معنى الكلمه. بزاف الناس قالك اسيدي حبيبه بغات تقصد ما ان اميمه اختها اللي دارت لها العرس وفرحت بها وداكشي، وهي ما فرحتش بولدها ما ان العرس كان عند اميمه. وهذيك بغات درتها هي شي حاجه لبنتها وتوريهم ان حبيبه ماشي سهله. حبيبه عندها مع الحداقه وعندها مع التاويل وعندها مع كل شيء فاش ما جيتي هاد القاعه. وبزاف الناس اللي قالك اخوتي تكاشط بالمجان حتى واحد ما كرا. ما ان تيتيش قالتها في واحد الفيديو، قالت لهم عرس 0 درهم، واش نتوما ديما خصهم يبقاو يلبسوكم ويديكم 0 درهم؟ قالك حتى من المكياج في الدار. ايوا خوتي بصح حتى موراحتهم نتوما فاش بقيتو؟ دابا شي واحد تيقول لك غادي العرس ب0 درهم، وشو ب0 درهم؟ نتوما كرهتو. كاين اخويا شي واحد دابا كره يمشي للعرس وما يخسر والو. راه العراسات ما ساهلينش، ما يجيبكم الله ساهلين. باش تمشي عيد تنقل من المدينه لمدينه، راه هذاك الشيء راه تيبغيك الانسان. الاكثريه في هذا الوقت هذا البرد راه يكذب عليك الكذاب اخوتي. السيده تفوربات عليهم وعطاتهم تكاشط وبغات تلبس كل شيء. نتوما فاش بقيتو؟ سيدي ما كاينش اللي ما لبش ما شاء الله. الصراحه مع ان ما نقولوا انا اميمه شخصيا حمقتني، جات زوينه بزاف. عند الناس قالك لا اميمه ما جاش معها التكشيطه المكياج خفيف، جات فنه. الصراحه الانظر كلهم غيدوروا لاميمه. علاش؟ اميمه راه باقا عروسه، مالكم اميمه حتى هي باقا عروسه وباقا صغيره، وتيتيج ما شاء الله عليها حتى هي باقا بحال الوريده، وكلهم ما شاء الله. بزاف الناس قالك الزهره ما انها الزهره ما عقدتكم في حياتكم. هاد الزهره هزي لها اكثر ما هزه الراسه. هي مالكم هزين لها؟ الزهره جلسي في الدار، الزهره ما تمشيش، الزهره ما تلبسيش هادي. الزهره بالعكس التكشيطه ديالها زوينه. انا اول مره نشوف الزهره المكياج معاها المكياج. الزهره صراحه الزهره تيجي معاها المكياج خفيف، ما تيجيش معاها المكياج مشارجي. باش تفهموا الزهره الحريفات ديالها المكياج خفيف. والله الا التكشيطه جاتها فنه. امي من التكشيطه جاتها زوينه. انا راه ما تسبق حد، انا راه تنقول الحقيقه. اللي بغى واللي كره. انا ما عندي حتى مشكل مع شي واحد، ولكن باش نكون شي مرات نقول حاجه زوينه. من ناحيه بزاف الناس قال لك اودي حبيبه ما عارضتش لحسن وحافظه، وعارضت على تيتيج وياسين ونسابها اخرين كانوا تيكبروا بها وما داتهاش حتى فيهم. شوفوا السيده عرضت لكل شيء، قالت لهم اللي بغى يجي مرحبا به واللي ما جاش مرحبا به. وبزاف الناس قال لك علاش ما عارضتش السعديه شانيل وعارضت فاطمه السوسيه؟ هي ما ان هي المصلحه ديالها، والسيده باش جات للدار جات لعندها وعرضت لها واستضفتها في الدار. واش نتوما كنتو حاضرين؟ واش كنتو عارفين لما عيطت وما عيطتش؟ علاش الانسان تيبغي يدير الفتنه بين هذا وهذا؟ السيده اتصلت ولا ما اتصلش داكشي تيرجع ليها. شكون اللي قال لكم هاد المعلومه؟ دابا بنادم تيدير اللايف ويخرج ويهضر اخوتي بدون ما يعرف شنو واقع. ما ان بزاف الناس قال لك ولا حبيبه عطات درس لتيتيج واختها، قالت لهم ها هو التاول والعراسه كما يكون. انا بنتي فرحت بها ودرت لها شي حاجه هماويه. بصح حتى وراحته كل واحد يمشي على المستطيع ديالو. حيت هذا الشيء ديال هذا يشبه هذا ولا هذا يدير بحال هذا، راه كل واحد عنده مصاريف ديالو، كل واحد الخاص. حيت بزاف الناس اخوتي في هذا الزمن هذا تيتكلفوا على راسهم ويمشيو يسلفوا من هنا ومن هنا باش يديروا العرس دايز. انا نصيحه لكل واحد ديروا داكشي اللي قادين ديروا عليه. ما يهمكمش هضره الناس، هذا دار اسطوري، هذا دار عالمي، هذا دار شي حاجه مختلف، هذا دار هذه ما غنديرش بحالو. هذاك الشيء اخوتي كلهم غتحصلوا فيه نتوما. انا نقولها لكم ديروا داكشي اللي قديتوا عليه نتوما واللي قادين تصرفوا. حيت بزاف الناس اخوتي تيدير العرس وتيبقى يخلص في حياته كامله. علاش اودي ليله ودايزه ونادم يبدا يدير شي حاجه اللي ما كايناش؟ لا هذيك داروا العروسه هكا انا لا ما
يديرش بحال هكاك، ولا الواحد يدير داكشي اللي قد عليه. والصراحه اللي عنده يدير ويفرح براسو، اللي ما عندوش يدير داكشي اللي قدات عليه. حيت دابا مؤخرا ولينا نشوفوا هاد الشنعله، هذيك فلانه دارت العرس في ديك القاعه، لا خصني ندير انا شي حاجه قاعه الاعلاميه، خصني ندير شي حاجه ما كايناش. اخرى دارت الحلوه في الطابلويات الطباس اللي انا نديرها في شي حاجه، بنادم يمشي على قد المستطاع ديالكم. عمركم ما تبقاو تتبعوا هادشي ديال هذا دار ولا هذا اسطوري ولا هذا عالمي، ولا ديروا داكشي اللي قد عليه. حيت كل واحد دابا تيدير شي حاجه اللي ما كايناش. واش اخوتي شحال هادي كاين شي حفل الجنين، كاين شي حفل 5 شهور ولا 7 شهور. هادشي ولينا نشوفوا دابا شحال هادي. علاش كان اخوتي بنادم تيولد وما تعرفوش تولد، ولا ديك تلقى وليدو غادي معاه ما تعرفوش، كانت تكون حامل وتقول تحشم تقول لك انا حامله ولا انا تنتوحم داكشي. ولكن دابا خوتي ولينا نشوفوا الحمل ديال 9 شهور اول مره باش تعرف الفرحه ديال الجنين، فرحه هاني شري له كسوه هادشي شحال هادي ما كانش. كان البركه وكان الخير وكان دابا مؤخرا ولينا نشوفوا كل شيء العرس عالمي دوز شهر ولا ما كاملاش. ان فلانه عنت على الطلاق ديالها، تزوجت عنت على الخبر، طلقت عنت على الخبر، حامله عنت على الخبر، تتوحم عنت على الخبر، باغا تولد عنت على الخبر. ما بقاش شي حاجه مستوره. هذا الشيء علاش نقول لكم ما تمشيوش فين تفلقوا، سيروا على قد حالكم. وعلى هذا ماشي حيت انا غنقول لكم فلان ولا فلانه، انا تنهضر بصفه عامه. حيت مؤخرا ولات واحد الناس اللي تيخرجوا تيقول لك فلانه سعدات دارت العرس فين وفين، شوف اخرى كيف فرحت ببنتها، تجي عند الام ديالها وشوف فلانه دارت. اختي فلانه عندها باش دير، الام ديالك راه على قد الحال. ما تكلفوش امهات ولا الاباء ديالكم اكثر من اللازم. الا فرح بك انت فرحانه وهذيك احسن حاجه. حيت بزاف الناس الامهات اللي تيخلوا تعالق تيقول لك انا بنتي كتشوف فيديوهات وتجي تقول لك فلان دار لها العرس، فلانه شوف كيف ما دارت لامها. باش عرفتي امها اللي دارت لها العرس؟ باش عرفتي اختها اللي دارت لها العرس؟ باش عرفها هذاك اللي دار لها العرس؟ انتم تتشوفوا فيديوهات ولكن الحقيقه ما تتكونش كما نتوما تتشوفوها. نصيحه لله، اللي بغى يتقبلها يتقبلها، واللي ما بغاش يقول لي اختي انت النصيحه ديالك ما نقولش انا نقول لكم الشيء اللي كاين. حيت بعد التعاليق انا جاوبت عليهم. انا واحد السيده كتبت لي في التعاليق قالت لك اخوتي انا بنتي باش شافت العراس وتشاف شنو تيديروا عليها، قالت لهم انا بغيت العرس في قاعه فلان، قالت لك انا ما عنديش واش ندير لها هذا العرس الاسطوري وهذيك. سير اختي على قد حالك، عجبها الحال ما عجبهاش الحال دبر راسها. من ما يمشيش فين يتعلق. ومن ناحيه حبيبه اخوتي ما نكذبوش على الله، العرس زوين داك الشيء زوين بصحتها ورحتها، بغات تفرح بنتها عندها باش الله يسهل على كل واحد. ولكن باش تجيو تقولوا تكاشط فابور وهذه فابور ومحبوبه ما عرضتش عليهم وداكشي تيرجع للحبيبه وتعرض على من ما بغات العرس ديال بنتها هذاك. بغات تبين بنتها ما بغاش تبينها. حيت بزاف الناس قال لكم محبوبه مشاو باش يصوروا فاطمه الزهراء مشات على التصوير، قالت فاطمه الزهراء قالت لك انا تعرضت بحالي بحال الناس مشيت، قالت لك انا ما داتني لا كاميرا لا حتى حاجه، مشيت انا نفرح معاهم. وهذيك ماشي كلشي اخوتي بنادم مشى ولا فرح فاطمه الزهراء صافي تبع التصوير. فاطمه الزهراء بغات تفوج تبدل، الراجل قال لها سير. هذاك الشيء خص يكون عند التفاهم. الا كان التفاهم بين الزوج والزوجه راه ماشي بنادم يجي يقول لك لا هي ما داتكش في دارها، ولا حتى واحد ما عنده الحق يتحاسب معها. وشكرا لكم والى الفيديو الجاي، وانتظروا فيديو جديد.